يعني أنا أول مرة أسوق سيارة كهربائية، أتوقع هذه كانت هايبرد أو اللي هي النص إلكتريك ونص بنزين، بس هم قالوا إنها إلكتريك، لكن تجربة جميلة، لا صوت ولكنك راكب أصلا سيارة. ما شاء الله ما شاء الله. يعطيكم ألف عافية وسعيدين بتواجدكم. لا بالعكس، بالعكس تشريف، نورون، الله يحفظ. زورونا في مجمع السلطان قابوس للتعرف على السيارات الكهربائية، ملتقى التنقل الأخضر في صلاح. يا سلام عليك، يعطيك العافية، ما قصرت أخوي. حبيت والله فنان. لا والله ما تخلي. والله خليه. طبعا معنا الأخ ثريا الوهيبي من مكتب الحياة الصفري. صباح الخير، وزين تخبرينا إيش اللي صاير اليوم ضمن الفعاليات المصاحبة للملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. صباح النور محمد، صباح الإبداع، صباح الابتكار، صباح التنقل الأخضر الشبابي. هذه الورشة اليوم جاءت من الورش المصاحبة للملتقى التنقل الأخضر الختامي الليلة. هدف هذه الورشة نخرج بمخرجات إن شاء الله سوف يتم الإعلان عنها الليلة في الملتقى، مبادرات يمكن تنفيذها في الأرض الواقع، مبادرات واقعية، مبادرات تسهم في تعزيز وتحسين الاستدامة في التنقل الأخضر. جميل. نحن اليوم نعمل لأجل الشباب، نعمل للمستقبل القادم، فهؤلاء الشباب اليوم معنا هم مستقبلنا القادم في الحياة الصفري أو في التنقل الأخضر. الله يحفظك. فإن شاء الله اليوم تنطلق ورش العمل ضمن الفعاليات المصاحبة للملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. هذه المبادرات راح يتم الإعلان عنها في الحفل الختامي الليلة للملتقى. كل التوفيق لكم وكل الشكر لكل الجهود. شكرا محمد. الله يحفظك، شكرا جزيلا. الجميل طبعا حاليا الشباب وزعوهم إلى مجموعات، وكل مجموعة لازم تبتكر مبادرة تساعد على دعم تحول الأخضر والمستدام. فما شاء الله روح الفريق، تبادل خبرات من الشباب الخليجي لابتكار مبادرات داعمة لهذا القطاع. إن شاء الله شباب شغالين. خلاص أنا انتظر مبادرتكم عاد إن شاء الله. طبعا هني معاكم لجنة التقييم الخاصة للمبادرات الشبابية. يعطيكم ألف عافية على جهودكم وتواجدكم ودعمكم، الله يحفظكم إن شاء الله. الشباب الحين خلاص شغالين، وهذه هي معايير التقييم: مبادرات توعوية والمبادرات الفنية والابتكارية. وعلى فكرة لجنة الحكم راح تقيم جميع المبادرات وتختار 3 مبادرات راح يتم تكريمها اليوم في الحفل الختامي للملتقى الخليجي للتنقل الأخضر. الشباب شغالين وبالتوفيق للجميع.